اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في برنامج شيكو ابن اللعيبه وال30 مصيبه اللي اوريدي يا جماعه بنشوفهم مع بعض مصيبه. بس النهارده يا جماعه مش هنعمل مصيبه مع حد طبيعي، النهارده يا جماعه هنعمل مصيبه حاليا بالاسواق. دي احداد، كفي نفسك، كل واحد معاه السجاير بتاعته يشرب براحته، يعني ما حدش يعزم على حد. النهارده يا جماعه هنعمل مصيبه مع طارق الشيخ. قلبي يا ناس، جاهزين يا رجاله؟ كلكم كنافه شيكو. ربنا يعدي اليوم ده على خير يا جماعه. طلعوني فاصل يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. ورجعنا تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ومعانا نجم النجوم، نجم الاغنيه الشعبيه الجامد قوي يا جماعه اللي انا بحبه. عايزين نسمع له سقفه كبيره قوي، طارق الشيخ يا جماعه. حبيب قلبي يا طارق، منور الدنيا. يا رب يخليك يا شيخ. والمصحف انا مبسوط ان انت معانا النهارده، وبجد كده من قلبي كده حاسس ان هي هتبقى حلقه حلوه بس حلوه اخر حاجه. منور الدنيا يا يا كبير. رب يخليك يا شيخ. عايز اعرف طارق كده الافلام ونقله السينما دي، اكيد طبعا يعني الاولانيه بيبقى في حد زائق حد او حد تمام. عامل بوشنج لحد واقف جنبيه مرشحه وسنده، بس اكيد انا واثق والناس كلها واثقه وجمهور طارق الشيخ واثق ان الثاني والثالث والرابع وان شاء الله بامر الله حبيب قلبي لابعد الحدود، وربنا ينولك اللي في بالك واكتر، ده بيبقى بمجهود طارق وبكاريزما طارق وبحب الناس لطارق. الاولاني ده مين وقف جنب طارق؟ مين زقك؟ يعني مين عمل لك النقله دي؟ يعني كان في كتير من اللي في المجال نفسه بيكلموني ان انا يعني اعمل حاجه زي دي. تمام. بس كانت انا نقطه الخلاف ايه اللي انا هعمله. كان المطلوب ما كنتش انا احب اعمله يعني بجد بامانه. ومن ضمن الناس اللي هم فضلوا ورا مني كان سعد صغير. سعد. اغنيه انا معجب بيك ده يا ريس، عملت ايه مع طارق؟ لا حلو تمام يعني حتى في اللايف يعني ضايفه لطارق؟ ضايفه. واغنيه الشهاده لله اللي انت خدتها، ايوه، وبنيت سعادتك كده على تعازي لا 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 ما بنيتش سعادتي. انا سعادتي في قفلت عليا بابي، سعادتي في شارع الحياه، سعادتي في رصيف القلق، سعادتي في نفسي يا دنيا، سعادتي في عيني علينا، حاليا بالاسواق. دي احداد، دي سعاده طارق الشيخ. سعادتي فاكيد اي حد في الدنيا هيبقى عايز مثلا يقول ايه، طارق الشيخ عمل معايا نمره، طارق الشيخ زعلني، طارق الشيخ وقف ضدي، طارق الشيخ حاربني. طب وليه تحطني في حاربني؟ ما تقول طارق الشيخ ساعدني. يعني انا ما جاتش الا على دي. ما شفتش حد بيقول كده. لا ما انا ما جيتش الا على دي. طب ما انا بكلمك بامانه، انت عارف ان احنا اصحاب. ايوه تمام. وانت اخويا تمام. انا ما شفتش حد قال طارق ساعدني. ساعدني يعني في ايه؟ هخش اغني مكانه؟ لا انت ما ساعدتش حد في حاجه، يعني ما مجامله، ما جاملتش، مش مجامل برضو. لا انا جامد مادي شويه. لا مش مادي خالص انا. لا ازاي مش مادي؟ لا بعيد عن الماديات. ايه؟ انا مش مادي خالص. طب ما انت ما جيتش البرنامج لما خدت فلوس؟ لا اله الا الله. ما انت مش بتاخد فلوس، ما انت جاي تهزر وانت بتاخد فلوس. ايوه انا بقول يعني حتى برضو ما جاملتنيش. انت جاي بتاخد ايه؟ انا جاي باكل عيش. طيب انا جاي باكل عيش اهو معاك. أيوة انا جايبنا سقف. لا مش جايبك تسقف يعني برضه ايه يعني شيكو صاحبك بعمل برنامج هو طارق يعني هو سيكو ده ياخد الفلوس هيتبرع بيها لرعايه الايتام. اشرب العصير كده يا عم ده شاي. ماشي اشرب الشاي. طيب برضه فضايح مش قادر تستر عليا خالص يعني، فخمني قدام الناس، حسسني ان انا جايب لك كوكتيل اي حاجه يعمل معايا واجب. انت حبيبي مش باين خالص اي حب. والله انت حبيبي والله. عايزين نسمع سقف لطارق الشيخ يا جماعه والنبي حبيب قلبي، عايزين نصحيه كده. طب قول لي بالامانه، عبد الباسط حموده بيشكل لك ايه؟ عبد الباسط؟ انا عبد الباسط ده دخلت شركه الاصدقاء كان هو عامل اديني قلبك. مش هقول لك اكتر من دي. يعني اديني قلبك دي ما كانش في حد في مصر ما بيسمعش اديني قلبك. طيب انت مصدق ان عبد الباسط بيقول ان عمرو دياب صاحبي وبتاع، وعمرو دياب اصلا انا جبت عبد الباسط وعبد الباسط قال ايه ده، يعني عمرو دياب بيحبني عشان انا اسمي على اسم ابوه. فقلت له انت متخيل ان عمرو دياب اسمه عمرو عبد الباسط دياب؟ قال لي فانا عايز اعرف انت يعني شايف تصرفات عبد الباسط عقلانيه شويه ولا فيها ايه؟ يعني انت شايف ايه في ناحيه عبد الباسط؟ انا ما اقدرش اخش جوه يعني مقلق منه؟ لا مش مقلق. انا ليا حدود معينه في شيكو. تمام. ما اقدرش ازيد عن حدودي دي معاه، لان ممكن زياده حدودي دي معاه توصلنا ان احنا ممكن نخسر بعض.
فعلى ايه؟ بقى يبقى احنا انا من هنا ومن برنامج الليله مع شيكو، انا مش حابب ان انا اكون انا بوقع بين طارق وبين عبد الباسط، وان انا اوقع بين فنانين وبين بعض. انا مش قصدي كده. احنا مش بنوقع، احنا بنتناقش يعني. مش احنا بنتناقش؟ طبعا. هو عارف دماغه، يمكن جاله في المنام، يمكن بيروح يقابله من ورا الناس وبيتغدى معاه، بيتعشى معاه، بيسهر مع الله اعلم. انا ما قلتش بيتغدى معاه انت، يبقى هو عبد الباسط قال لك ان هو بيتغدى مع عمرو دياب. اصل انا قلت له الموضوع ده. يا عم لا، اتغدى مع ورده، انا قال لي اتغدى مع ورده. دينا ضافت لك ايه؟ ما شكرتهاش خالص. مين؟ دينا. ضافت لي ايه في ايه؟ في شغلك وفي حياتك الفنيه. انت شكرت سعد، مع ان يعني سعد وداني، بس اللي ضاف بجد وعمل بوشنج وعمل نقله في حياه طارق دينا، وما شكرتهاش خالص. يمكن انت شايفها كده. لا انا يعني كزماله كانسانه، انا انسانه فوق دماغي من فوق، انما انا لا هي هتضيف لي ولا انا. لا بس هي رقصها يعني مجرد ان هي طلعت ترقص معاك على اغنيه انت بتغنيها، ده ضاف يعني، ضاف للطرفين برضو يعني، ضاف لطارق كتير قوي. فاهم قصدي ايه؟ خصوصا ان كان سعد والعنب مع دينا برضو، فبقى إيه كريم كراميل ومعجب بيك مع دينا طارق الشيخ. فاهم؟ اتحطيت في الحته دي. ماشي. لا بس هقول لك على حاجه، يمكن وجود سعد برضو في قلب الاغنيه نفسها ضاف، انما انا بالنسبه لي دينا، طب ما هي دينا قبل كده طلعت مع سعد كتير. الرقص ده فن، وفن طبعا لازم يعترف بيه جدا. طبعا بالظبط طبعا. وانا بحب الرقص الشرقي جدا. فاهم قصدي ايه؟ ودينا بامانه مش انا لوحدي اللي بحبها، ده كل الناس بتحب دينا. وانا بقول لك ووجود دينا طارق ضاف لك، وخليك ما تبقاش كده يعني نكر جميل كده لناس وحاسس فيك. طب وليه انا اول الناس اللي قلت لدينا بعد المسلسل اللي هو بتاع باب الخال، قلت لها يا ريتك تبطلي رقص. ليه؟ لان هي يعني رايحه في سكه التمثيل احسن من سكه احسن من اللي هتعمله كله في حياتها من الرقص بجد، وهي اول واحده مقتنعه بكده. طب طارق تسمعنا ايه دلوقتي؟ شوف عايز تسمع ايه؟ انت حابب تسمع من طارق الشيخ ايه دلوقتي؟ في خلق ضايعه. يا دنيا ياللي الفقير تملي مالوش فيكي مكان، ساعات تعلي وساعات تقلي وبتحوجي الإنسان، وهي حكمالها زمان أصلها ما تهمش إلا على الغلبان. في سكة رحنا سلمنا رحنا لناس يا ناس مش ناس، ضاعت حقوقنا ولما فوقنا كانت خلصت خلاص، ولما وقعوا ببعض قلنا ده ذنب ناس بتخلص وناس، في خلق بايع وخلق ضايع ما بينهار. استنى طارق ثواني يا جماعه، ثواني بس، انا اسف. ايه يا معلم؟ انا قلت لكم هو باين عليه انتوا برنامج ازرق النهارده باين عليه. لا مش قصدي والله. لا والله. ايه؟ بقول لك يا ده شيكو، افصل يا عم انت الكهرباء دي. طيب بقول استنى واقف في حالة وفاة حصلت. يا لهوي ده انا عامل يجي 50 60 70 80 90 ألف مصيبة. يا لهوي ده انا عامل يجي 50 60 70 80 90 ألف مصيبة. صلى على النبي. حالة وفاة والله العظيم ابدا. صلى على النبي. في حالة وفاة يا عم صلى على يا النبي. عم عليه الصلاة والسلام. انا حبيبك ولا لا؟ انت حبيب شيكو صاحبك ولا لا؟ يا عمي لا مش صاحبي خلاص. ليه؟ خلصنا اخرك النار حبيب هارتي يا عم. وربنا بحبك. عايزين نسمع سقف له. فاهم قصدي؟ سقف له.
يا عم قول له احسن. يا عم انا هقلق انت انا هقلع له الجزمه مقدما. يا عم تقلع لمين بس؟ صلي على النبي. هيجي يغني. صلي على النبي والنبي. هيجي يغني والنبي عشان خاطر. طب هعمل ايه؟ يا عم ماشي. وعامل شعره كده برضه؟ كان عامل يجي 50 60 70 80 90 ألف مصيبة. أعزائي المشاهدين يا جماعة، ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه القعدة سخنة مولعة نار مع نجم النجوم طارق الشيخ يا جماعة. نسمع له سقفة كبيرة قوي. وزي ما انتم عارفين يا جماعه برنامج الليله مع شيكو ان انا كل حلقه بستضيف موهبه جديده، بس المره دي يا جماعه مش هستضيف موهبه جديده لان لكل مقام مقال. احنا معانا طارق الشيخ يا جماعه، لازم نجيب تاني نجم يكون قده. عايزين نسمع سقفه كبيره لنجم مصر سادات يا جماعه. نسمع له سقفه كبيره. الله اكبر عليك يا حبيب قلبي، بجد يا جماعه انا مش مصدق نفسي والله العظيم. معايا سادات ومعايا طارق الشيخ، عايزين نسمع لهم سقفه كبيره بعد اذنكم. وقفوا جنبي النهارده. فرحان حبيب قلبي يا سادات، عامل ايه يا جميل؟ الحمد لله كله تمام كله يا حبيبي. الله اكبر عليك يا معلم. انا ولا بحسد ولا بقر ولا اي حاجه، بس الكليب بتاعه مكسر الدنيا اقسم بالله. انت شفته؟ اقسم بالله سادات عشان تبقى انت فاهم. سادات اوروبا ما شاء الله. لندن. احكي لنا سادات اخر حمام حفله كانت عامله ايه؟ كمان. لا ده اخر كليب كان في حمام التلات. اخر حفله كانت عامله ايه سادات؟ كنت في لندن. في لندن؟ فين بقى في لندن؟ في الهاي بارك. الهاي بارك في لندن؟ لندن البلد ولا لندن المحطة؟ لا لندن البلد. كنت في لندن في الهاي بارك، في اكبر حديقه في انجلترا. عامه هي موجوده على النت يعني. انا بعشق الدرامز وبعشق كل الناس اللي بتغني الدرامز والهاوس لان ده فكر، وانا بجد بحترمكم وانتوا عارفين ان انا بقول لكم كده من زمان. يعني معظم المطربين بيقولوا الناس دي مش محبوبه، الناس دي طفره. بص حضرتك، هي كل واحد بيقول اللي هو شايفه ومن رايه، والواحد بيحترم اي راي اي حد بيغني او موجود. احنا مش مطربين، احنا بنقدم حاله موجوده في الشارع مش ممكن اي حد او اي مغني يقولها. اي مطرب عامه مش ممكن يقدم الفن اللي احنا بنقدمه. طب والله العظيم بجد واقسم بالله سادات ربنا يعليك ويوطي من انفسك كده لان انت بسم الله ما شاء الله. عايزين نسمع سقفه كبيره يا جماعه للروح العاليه اللي عند السادات. سقف له بقى يلا بقى جامد بقى. سمعنا موال كده حلو بقى. انهي موال؟ اي حاجه بقى. مفيش مواويل. يلا كبير بقى. تسمع ايه؟ اي حاجه كده اللي يجي على بالك بقى. حكايه؟ ماشي او ابو شكه اي حاجه. حكايه ابو بقى. الحكاية مش حكاية قلبي خاين جنه وسابني في الطريق. امال حكايه ايه يعني يا ريس؟ حكايه ايه يعني؟ حكايه ايه هي؟ حكايه ايه يا عم؟ اقعد يا ميزو. اقعد يا شيكو. اقعد يا شيكو. شيكو خد البوزه ب 40 جنيه اللي انت لابسه ده. يا لهوي. بقول لك يا كناريا بجد بقى كروان، انا عايز اسمع طقطوقه حتايه كده من اللي كانت في الهايد بارك او ترابيزه صغيره. اسمع بقى طروقه بقى. اسمع بقى طروقه بقى. يلا سادات يا جامد بقى. يا ما صحوبية جت بندامة. يا ما صحوبية جت بندامة. صحوبية جت بندامة. خلولي في قلب علامة. نسوني الابتسامة. خلولي في قلب علامة. نسوني الابتسامة. تاني انا وشيكو هنا من تاني. اسمح لي يا زماني. اسمح لي يا زماني. اعيد كلامي تاني. انتوا عاملة لبان وانا اسيبه بالسلام. هو ده. شوف عايزين يا جماعه نسمع سقفه كبيره لسادات. اعزائي المشاهدين فاصل ونرجع تاني. كان عامل يجي 50 60 70 80 90 ألف مصيبة. انت هايل. ها؟ زي شيكو بالظبط. يلا يا باشا نرجع من الفاصل. ها؟ يلا يا باشا. يلا جاهزين؟ امان ولا ايه؟ يلا معلم. بقول لك يا دويك انا اصور لك كليبين
مين بيقول ان المزيكا دي يعني هيجي لها وقت وهتنام؟ طارق. مفيش مزيكا بيجي لها. استاذ محمد عدوية لما غنى زمان كله طلع قال له دي حاله وهتنام. لحد الان استاذ عدوية الله يرحمه مات، وفي ناس كتير قوي طلعت وراه. في اللي بيقدم. استاذ عدوية ما ماتش. لا ما ماتش. في اللي يقدم وفي اللي ما بيقدمش. يا لهوي. مفيش مزيكا ممكن المغنيين اللي تهبط، ممكن انا ما حدش يسمع عننا تاني، لكن المزيكا عمرها ما تهبط. انا في شهر 3 راح اغني في اكبر مهرجان في فرنسا، ولو انا هو استاذ طارق مش مصدق ان انا سافرت انجلترا. حصلت منك دي؟ ده اكبر مهرجان في فرنسا. انت بتقول انت انا كنت في لندن البلد. حضرتك ايوه ما بيقول لك في عربيه فراخ اتقلبت في فرنسا. طب سمعنا يا نجم بقى. تقول يا عيني علينا. نقول يا عيني علينا. يلا نقول يا عيني علينا. يلا. ما تاخد تغني معايا يا عيني علينا. لا ما بحبش الاغاني دي. يا لهوي. يا عم تسمعني ليه؟ عايز اشوفك لايف يا راجل. بسمع الافكتات والكلام ده. عايز اشوفك لايف يا عم ده ايه الهنا ده يا عم؟ يا معلم هنا مع طارق الشيخ خالص. يلا يا جماعه ايكو بس معلين له الايكو على الاخر. يا عيني علينا تعبنا وسير. يا عيني علينا تعبنا وسير. حبايب زمان فاتونا المكان. بنضلل عليك تهم وقلنا وخدنا بايديك بينا وكنا. ثواني يا نجم انا اسف. ايه يا حبيبي؟ ماشي يا ريس، ما انا هخلي سادات يغني، ما هو برضه طارق الشيخ يا عم نجم. طب يا عمرو ما تقول له استاذ ايمن يا عمرو في ايه يا عم؟ ايه يا عم فكري في ايه يا عم فكري؟ هو انا جايب يا عم حد صغير يا عم؟ فين عمرو يا عم؟ صعب. بقول لك يا شيكو استنى بس يا عم. يا شيكو كمان. ايه يا عمرو في ايه يا عم؟ يا دويك ما تقول ايمن يا عم ان انا جايب طارق الشيخ يا عم. قول له جايب قبلتي. قوم بقى غني لنا شويه يا سادات بقى، احنا كده خلاص عملنا بفلوس البرنامج. يلا قوم. ايه؟ استنى بس شوف الباب، استنى بس شوف الباب بس يا ميزو. شوف بس يا ميزو بس ثواني بس. شوف بس يا عمرو عشان جاي من عند ايمن يا عم. استنى بس. شوف انا متاخر اشوف عندي شغل اهو النبي عشان تلحق تغسل وشك كده وتستحمى كده تاخد دش كده. بقول لك ايه؟ خد صور. يا ريس ما انا برضو جايب طارق الشيخ يا ريس. في ايه يا ريس؟ ممكن باخد بالك من الزاويه. هو ده التصوير يا عم؟ ده يعني ده التصوير يا ريس؟ ده نازل يتصور في اللوكيشن يا ريس. حلو قوي. ايه يا عمرو في ايه يا عمرو؟ تقول له استاذ ايمن يا عم. ماشي يلا غني يا طارق بقى معلش تاني. وربنا ما غني بس حاجه موال ولا حاجه. هو قال الاغنيه دي قديمه ولا حاجه. لا هو يغنيها انا عايز اسمعه هو. مش قادر اغني. تعالى يا ابراهيم غني يا ابراهيم. استنى بقى. ده موزه. تعالى يا موزه. ايه يا عم اجيب لك موزه يغني. موزه ايه يا عم؟ موزه انا بشغله معايا دلوقتي. ساعات الزبون بيطلب اغنيه درامز. كان عامل يجي 50 60 70 80 90 ألف مصيبة. يا لهوي. كان عامل يجي 50 60 70 80 90 ألف مصيبة. اعتراض الشركه بس قالت يعني غني اغنيه من جديد. يعني ايه عيني قديمه؟ غني حاجه جديده موال بس حر ممكن. ايه يا باشا؟ يلا يا باشا عايز اغنيه. انا هقول لك يلا سمعنا الحكايه. لا والحكايه ايام فكري اتصرفت في اي حاجه. ايام ما يعلم بيها. ايام سودة. ايام ما يعلم بيها. ايام سودة. ها عمرو انا عايز اقول لك ان ايمن مطلع عيني علشان النجوم. في نجوم جايين في الطريق دلوقتي يا عم. تمام يلا 3 2 1 داي.
أعزائي المشاهدين ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع نجم الهوس ونجم البوب سادات. يا جماعة نسمع له سقفة كبيرة قوي ونسمع سقفة كبيرة لطارق الشيخ يا جماعة. ايه بقى؟ ايه يا نجم الشعبي ونجم التكاتك ونجم الديجيهات ونجم الدنيا الجامدة دي كلها، هتسمعنا ايه بقى يا جامد؟ انا تمام ايه يا عم؟ تمام، انا غنيت كده تمام قوي. ايه يا ريس في ايه؟ لحد ما الراجل بس يروح كده شغله، عشان انا حاسس ان هو متوتر عشان شغله حرام، شغله يبوظ. صح والله والطريقه ما يغني يا استاذ طارق. طب يا نجم انت هتغني عشان التتر يطلع بقى وخلاص وهنقفل الحلقه. هتغني ونقفل الحلقه من بره. يعني ايه من بره؟ من بره واحنا ماشيين كده اروح ماسك لك مغني لك. لا عشان خاطري يلا بس. خلاص ما غنينا عيني عليه. عشان خاطر غنينا كتير. مش عاجبه المنتج والله. لا انا عجباني انا. انجز يلا عشان خاطر. عجباني يا برنس. عشان خاطر. زي الفل. عشان خاطر. خد من اللي قبل كده. ايه يا عم في ايه الجو ده؟ ما تغني يا شيكو. انا مش بغني هنا. طب خلاص وانا اعتبرني انا النهارده اللي جاي مذيع. انا لو اغني مش عايز اتكلم يا عم طب انا والله العظيم ما عايز اتكلم عن نفسي وانت عارف انا مدفون وناس كتير بتحاربني وبتاع. انت اتكلم يا سادات. لا يا استاذ شيكو انا عارفه من زمان بصراحه، بسمعه من زمان. حبيبي شيكو. بس انا اتفرجت على صوت شيكو. وكمان متاخد منه كلام متغني مهرجان صح؟ قول له. يلا ده ان هو مسموع. ما حدش خد من حضرتك حاجه غناها مهرجان. ما حدش خد حاجه معاه. ولعلمك محدش بياخد انا حاجة معاه. ما رضيتش اطلع مع رقصات في الافلام برضو. لا انا شفت الكليب بتاعك اللي انت عامل فيه بهب ده. انا جبت رقصه في كليب. لا كان في شباب هو ده. جبت رقصه. لا وانا بحب الرقص الشرقي جدا، مش انا الواحد اللي بحبها، ده كل الناس بتحب دينا. انت كده بتخلي الناس تقعد تتفرج، اصل مش هقعد اتفرج عشان واحده مش لابسه. انا بدخل بيوت فاهم قصدي؟ فلازم نحافظ على حرمه البيت، ما ينفعش. يا لهوي. وبعدين موضوع الافراح الشعبي ده بطل قوي ومغني ورقص. يلا يا جامد بقى والنبي عشان خاطر. امورني. يلا يا عمور. يلا ولا على السريع وخلاص. يلا 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 يا باشا. 3 2 1 داي. اعزائي المشاهدين ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع نجم الهوس ونجم الروك ونجم البوب سادات. يا جماعه نسمع له سقفه كبيره قوي، وعايزين نسمع السقفه كبيره قوي لنجم التكاتك ونجم الديجيهات طارق الشيخ يا جماعه. ايه يا جامد بقى؟ ايه يا حبيبي؟ سمعنا ايه قاتل النهارده؟ اللي انت عايزه. يلا باشا سمعنا ايه يا ريس؟ يلا بير. تيجي يا سادات هنا تعالى. انا عايز امشي. غني سوا. بغني يا استاذ طارق عشان عايز امشي يا استاذ طارق والنبي. ايه والنبي؟ طب انت هتعيط ليه يا سادات؟ عايز امشي متاخر، ماضي عقد. يلا نجم. مش مصدق ليه يا استاذ طارق؟ شركه بلاعين بتاعت البترول. شركه المراقبين المحدوده. ده مستحيل ابدا. عايز امشي. هنفتري ابدا. ده مستحيل ابدا. هنفتري ابدا. هي تحلى الدنيا تاني، هي تحلى والاماني، هو يحلى لي زماني بعدك. ليوم حبك بيت كل ثانيه بحبك، تعرف عمري ما اقدر على بعدك. ده مستحيل ابدا. هنفتري ابدا. ده مستحيل ابدا. هنفتري ابدا. كده والحمد لله. عايزين نسمع سقفه كبيره يا جماعه لطارق الشيخ. احسنت يا نجم النجوم والله. حبيبي السادات هتضطر تمشي. معلش يا جامد. معلش يا حبي، معلش يا باشا. يا حبيبي ربي يخليك. احسنت يا سادات. ربنا يخليك. ده ان شاء الله. انت عامل ايه؟ انا تمام. طب انت عمال تعرق ليه؟ لا انا ما عرفتش. لا انا مضطرب. يا دويك. طب يا جماعه عايزين نسمع سقفه كبيره لاحلى طارق الشيخ في الدنيا بجد. وربنا انا عايز اقول لك ان انا بهزر معاك، وده شيكو ابن اللعيبه عامل 30 مصيبه، وانت كنت مصيبه انا كنت عاملها معاك النهارده. عايزين نسمع سقفه كبيره لاحلى طارق الشيخ يا جماعه. وبجد يا نجم الحمد لله رب العالمين ان هي جت سليمه وجت في طارق الشيخ يا جماعه، ما جاتش في حد غريب، بس احنا كنا بنهزر معاك وانت استاذنا وانت عامل غنى الشعبي كله وحبيب قلبي يا طورو. يا جامد يا جامد. عايزين يا جماعه نسمع سقفه كبيره لاحلى طارق الشيخ في الدنيا يا جماعه. اللي بقى فكتين ودجاجه بقى. بقول لك ايه، مش بغني والله. الكاميرا معاك اهي، الكاميرا معاك اهي. تقول ايه بجد بقى للكاميرا، وتقول ايه لشيكو، وتقول ايه للمشاهدين؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم ان شاء الله يبقى يوم ازرق لما تشوفوا الحلقه دي ان شاء الله.
وتقول ايه لشيكو طيب؟ ربنا يوفقك يا شيكو. حبيب قلبي يا طارق يا جامد. صباح الفل يا رجاله.